العواف. جالي كومنت ظريف من حد من اللي بيتابعوا القناه بيقول لي: لما انت جريء كده وبتهاجم كل الناس، تقدر تهاجم الهام شاهين؟ خش على القناه بتاعتي في البدايه واتفرج على الفيديو بتاع الهام شاهين بتخترع دين جديد. يعني انا هاجمتها. هقول لك الانقح بقى، انا هقول لك على حركه الحمد لله رب العالمين ما يعملهاش الا العبد لله. انا لما شفت الفيديو بتاع الهام شاهين اللي هي بتتكلم فيه وتقول: انا لو اتجوزت واحد اجنبي اخلف منه عادي وكل واحد على دينه، عملت الفيديو بتاع اللي هي بتخترع دين جديد. مع ان في الفتره دي بالظبط وانا بعمل لها الفيديو وبهاجمها فيه، كنت متفق مع منتج كبير جدا في السوق وليه اعمال ضخمه جدا. قال لي: يا عصمت انا عايز اعمل مسلسل رعب سكه كده المداح. قلت له: يا ريس عينيا ليك. قال لي: بس انا عايز البطله تكون الهام شاهين. يعني انا كنت بعمل الفيديو اللي بهاجمها فيه في الوقت اللي والله كنت بكتب لها مسلسل وان شاء الله ممكن نشتغل مع بعض. حد هيقول لي: انت يا ابني منافق، انت بتهاجمها وراح تكتب لها مسلسل؟ يا باشا دي سكه ودي سكه، انا ماليش دعوه بموضوع الشغل معاها، ان اشتغل معاها ده عادي جدا. لكن هي عملت حاجه غلط وانا بهاجمها، يحصل ولازم اهاجمها، بس ده يحسب لي ان انا ما خفتش على رزقي وهاجمتها. يعني مثلا لو كانت هي وافقت على المسلسل وربنا كرمنا وهنبدا نعمله وشافت الفيديو، كان ايه اللي هيحصل؟ كانت ممكن تقول للمنتج: لا مشي الولد ده، انا مش عايزاه. وساعتها كان هيبقى حقها، والمنتج ايوه هيسمع كلامها. لو انا كاتب مسلسل ما حصلش، هيقول لها: علينا يا استاذه الهام هنمشي الواد ده ونجيب مؤلف تاني. انا ساعتها ما خفتش وقلت: ايه، رزقي على الله. فانا يحسب لي ان انا هاجمت الهام شاهين في وقت ما ينفعش ان هاجم فيه الهام شاهين. والحمد لله رب العالمين، انا زي ما قلت لكم في الاول، انا عامل القناه دي عشان خاطر اهاجم اي حد في الوسط الفني بيطلع عن الخط، او اشوف اي مسلسل ملوش اي لازمه واقوم مديله على عينه، او اي فيلم معمول كانه نحتايه وبرضه امسح بيهم البلاط. لكن ان انا اخاف اني اهاجم حد او يبقى في خطوط حمراء قصادي، والله العظيم ابدا. والدليل على كده ان انا جاي النهارده بقول لك ان شاء الله الفيديو الجاي انا ههاجم فيه اكبر راسين في الوسط الفني. لا 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 لا، مش الاستاذ عادل امام، لا ما تفكرش في حاجه زي كده خالص. ليه؟ لان الاستاذ عادل امام ليه وعليه، بس في الاخر كتوتال هو الراجل متعنا فنيا، ما عملش حاجه فيها اسفاف لينا تضرنا فيما بعد. في شويه صور هو قدمها على الملتحين والشيوخ ان هم يعني دماغهم كده، بس دي مش بتاعته هو، دي بتاعت المؤلف والراجل قبل بيها وتمام التمام. وانا عن نفسي مرضي، لان فعلا زي ما هو قدم الشخصيات دي كان في فعلا في المجتمع شخصيات زي دي، بس هو قدمها بشكل مستفز شويه. والله يسهل له وانا مش هتكلم، بس في الاخر انا متمتع من فن الاستاذ عادل امام. انا ههاجم اكبر راسين في الوسط الفني: الدكتور اشرف زكي، نقيب المهنه التمثيليه المسؤول عن جميع الممثلين في مصر. دكتور اشرف زكي انا هاجمته قبل كده، وهو الراجل شخصيا زعلان مني وبعت لي رساله قبل كده ان هو زعلان. بس انا كده كده ههاجمك يا دكتور، عشان اللي بيحصل مش طبيعي. الراس التانيه: الاستاذ مسعد فوده، نقيب المهن السينمائيه. الراجل ده مزعلني جامد قوي، وهو عارف ان انا بهاجمه وكلمني شخصيا بقى. يعني استاذ اشرف زكي لما انا هاجمته بعت لي رساله مع حد من اصحابه واصحابي، يعني صديق مشترك، قال له: خلي محمد عصمت يخف شويه وانا زعلان منه وهو كده ما ينفعش، وانا يا ابني مش قصده في حاجه. انا ساعتها بعت له وجهه نظري انا ليه بهاجمه، والموضوع بيني وبينه تمام. لكن الاستاذ مسعد بقى نفسه هو اللي بعت لي الرساله وهو اللي كلمني وقال لي: يا عصمت كده ما ينفعش، اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، انت بتهاجمني ليه؟ لا يا استاذ مسعد، انت واستاذ اشرف انتوا الاثنين قصادي. والله العظيم انا ما هسكت، واللي حصل ده اسمه فضيحه فنيه. طبعا انا مش هتكلم عليه في الفيديو دوت، انا هتكلم عليه في فيديو طويل قوي قوي قوي، فلازم تستنوني، لان الاثنين دول هتكلم عنهم في كلام مش هقول لك بهاجمهم، لا ده انا هعمل لهم مناظره وهسالهم: انتوا ليه عملتوا كده في الوسط الفني؟ فانت يا نجم تشترك في القناه وتفعل الجرس وتتابعني، وبفضل الله والحمد لله انا ما بخافش من حد هاجمه. وانت نفسك لو شفت فنان عمل اي حاجه ما عجبتكش، ابعت لي بس كومنت على القناه بتاعتي الفت نظر ان فلان ده بيعمل حاجه وانا مثلا كمحمد عصمت مش واخد بالي منها، وانا هتفرج على الحاجه دي، وانا فعلا هتفرج على الفنان ده وهتابعه. لو شفته فعلا بيعمل حاجه فيها قله ادب او بيقل من المجتمع بتاعنا،
والله العظيم لاسلخه واخده غسيل ومكوى مهما كان هو مين. القناه دي بتاعتي وبتاعتكو، انا هدي بتوع الفن على عينهم. اي حد هيخرج بره الخط تب هيتلب. متفقين؟ سلام عليكم.